هتعملوا ايه يا زملكاويه؟ هتلعبوا نهضه بركان وده فال حلو قوي، ما انت اول كونفدراليه كسبانها قدام نهضه بركان، فهل يا ترى هتفرحوا الجمهور بنتيجه واداء ولا هنعشم الجمهور ونزعله زي مرات كتير؟ انزل لي يا ابني بالانترو وربنا يستر. في حاجه مخلياني مش متفائل، ماتش سموحه الاخير يا بيه خساره واداء زي الزفت وعدم تنظيم جماعي في الملعب وسوء اداره من جوميز. مش عايزين نشوف الكلام ده قدام نهضه بركان خالص، مش هينفع. الزمالك بقاله كتير بعيد عن افريقيا، ابطال وكونفدراليه، وجات لك الفرصه يا زملكاوي انك تكسب وتستنى الاهلي اللي ممكن تلعبه في السوبر وتعوض نهائي القرن يعني. فإلى جوميز واللعيبه قدامكم فرصه لصناعه المجد وقدام فرقه مش صعبه يعني، وعندك سكواد بنسبه كبيره محترم. يا راجل ده انت عندك 3 نص ملعب يفكوا طلاسم، العب باثنين منهم جنب المعلم دونجا وسيب واحد بره يشقلب لك الدنيا، وعندك زيزو احسن لعيب في مصر، وعندك حسام عبد المجيد والمسلوسي اللي عاملين موسم محترم. عايز ايه تاني؟ ما فيهاش غير سكور في القاهره ومكسب او تعادل هناك. نخش بقى وربنا يستر على التوقع. 1-1 في نهضه بركان و2-0 في